ما يحدث في بعض ولايات الوطن في الأسابيع الأخيرة أمر يندى له الجبين. شباب دفعتهم البطالة قهرا للانتقام من المسؤولين عبر أجسادهم بخياطة الأفواه وتقطيع الأجساد والشنق بالحبال في طريقة جديدة مبتكرة من قبل البطالين، ربما اختاروها لغة جديدة لإسماع صوتهم للمسؤولين. سابقا عرفت عدد كثير من الولايات الجزائرية موجات احتجاجية الدافع فيها كان طلب الشغل والسكن، وذلك من خلال التظاهر السلمي بإقامة تجمعات ورفع شعارات، كما حدث من الاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري بعين صالح وورقلة والتمراست وغيرها. وفي بعض الأحيان كانت الاحتجاجات تنفلت لتتحول إلى مواجهات بين الشباب المحتج وقوات مكافحة الشغب بعد غلق الطرق وإشعال العجلات المطاطية. لكن اليوم ظهر أن تلك الطرق أصبحت قديمة غير مجدية ولا نافعة، فطور شباب ورقلة طريقة احتجاجهم من خلال خياطة أفواههم كما يحدث منذ أسابيع في عاصمة ولاية ورقلة، وشنق أنفسهم بالحبال وتقطيع أجسادهم بالخناجر. فالشيعة يفعلون ذلك لعقيدة دينية، وشباب الجزائر يفعلونها ربما انتقاما من حياتهم وسط البطالة. نفس المشهد بدأ ينتشر عبر باقي ولايات الوطن، فعنابة شهدت منذ يومين محاولة انتحار 3 شباب رميا بأنفسهم من فوق مقر الولاية بعد أن قاموا بتقطيع أجسادهم بالخناجر. العجب في كل هذا لا يكمن في طريقة الاحتجاج الجديدة التي ابتكرها الشباب البطال في ورقلة، فربما يرونها اللغة الأمثل التي تمكنهم من إيصال صرختهم للمسؤولين. بل مكمن العجب في تصريحات المسؤولين في الدولة من الولاة إلى الوزراء، لم يرتجل واحد فيهم ولم يتحرك لإيجاد الحلول قبل تفاقمها. بل الأعجب من هذا كله أن الطبقة السياسية كلها تلهث هذه الأيام وراء مناصب المجلس الأعلى للشباب الذي دسترته السلطة، في وقت يقطع الشباب جسده ويخيط فمه ويحرق نفسه. إذن من هم الشباب الذين سيرأسهم المجلس الأعلى ويباحث أمرهم وينظر في شؤونهم ويحلل مطالبهم ويسوي وضعهم؟ وإذا كانت الحكومة قد حققت نجاحا باهرا في شراء السلم الاجتماعي زمن البحبوحة المالية من خلال توزيع الأموال على الولايات وفتح مناصب التشغيل، أي ضمادة ستستخدم الحكومة لتضميد جراح الجبهة الاجتماعية ونزيف الدماء فيها زمن القحط؟ فالقحط المالي للبلد قد أتلف مخزون الحنطة.